كان في مثل اهالينا زمان بيقولوا المال السايب يعلم السرقه، وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي في اداء النادي الاهلي اللعيبه بقت بتدور على الفلوس. انا نجم مجتمع، انا بروح وباجي، انا بعمل اللي انا عايزه، نادي جمهوره بيبقى وراه لان له رصيد كافي من البطولات سابق، فبيخليني العب برعونه كبيره جدا وما باديش. ولكن التخبط اللي جاء بناء على التعاقدات الجديده اللي عملها النادي الاهلي، التعاقدات اللي كلها كيديه واللي اتفق فيها الاهلاويه قبل الزملكاويه وقبل اي مشجع للكوره في مصر. والدليل ان دلوقتي اضعف اللعيبه اللي ليهم اداء في الملعب هم اللعيبه اللي انت خدتهم من غريمه من نادي الزمالك. وعشان كده اول سبيل لاصلاح نادي الاهلي في الفتره الجايه ان انت تشوف اللعيبه اللي عندها رعونه كبيره جدا وتستغنى عنها. واكبر مثال موجود دلوقتي هو اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك، اللعيبه اللي قال مش هلعب الا لما اخد فلوسي مش موجود، واللعيبه اللي موجوده في الملعب دلوقتي حتى لو متاخر عليها مستحقات بتلعب عشان الشعار، حتى لو ما هيش زملكاويه قبل اهلاويه. ده اكتر وقت احنا محتاجين النادي الاهلي يكون فيه واقف على رجله، عشان دي اكتر مرحله مهمه جدا داخل عليها المنتخب المصري. يهمنا ان يكون كل اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري واللي بتمثل منتخب مصر تكون في افضل حالاتها. اتمنى كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي دي تراجع نفسها وتفكر كويس. ناس كتير كانت ياما فوق والوقت ملهاش وجود، وليكم امثله وعبره كتير في نجوم كتير جدا، صالح جمعه، كهربا وغيرهم. كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق لنادي الزمالك، وكل الدعم لمنتخب مصر وكابتن حسام حسن. السلام عليكم.